حبايبي الحلوين وحشتوني كتير. خير الكلام هو ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا النهاردة نشوف طريقة تخزين البطاطس، وإن شاء الله الطريقة ديت مضمونة 10/10، وهتقعد معاكي أطول فترة ممكنة بإذن الله. ربنا يرفع عنا الغلاء، الأسعار بقت صعبة جدا، فحاول ان انت تروحي تشتري البطاطس يوم السوق اللي بيجي مرة في الأسبوع في بلدك، أو ممكن تجمعي مثلا 4 5 كده من قرايبك وتجيبوا شكارة جملة من بتاع الوكالة، هتبقى السعر أرخص كمان. عايزة أقولك إن سعر البطاطس هيوصل ل35 و40 جنيه بعد رمضان أو في رمضان والأيام اللي جاية. تعالوا نشوف مواصفات البطاطس بتاعتنا. البطاطس اللي قدامي دي ما ينفعش ان هي تتخزن، اللي فيها قشور دي بيبقى عمرها قصير جدا في الخزين، فدي انت تجيبيها لاستعمالك الشخصي على قد الاسبوع، 10 ايام اسبوعين في البيت، لكن دي ما ينفعش تتخزن خالص، مع انها برضو فيها طينة وشرب وكل حاجة، بس برضو دي ما بيبقاش تنفع للخزين. بختار البطاطساية ان هي تكون ناشفة، ما فيهاش اي رطوبة، ما فيهاش اي تشققات. يعني البطاطساية اللي قدامي ديت هي سبونسة وكل حاجة، بس وفيها طينة وشرب وكل حاجة، بس برضو فيها رطوبة. ما ينفعش اخد البطاطس اللي فيها رطوبة واخزنها، يبقى لما اخزنها هتضرب معايا، لان هي فيها رطوبة يعني فيها مية من الداخل. شايفين الرطوبة كده من الجوانب؟ دي هيبقى عمرها قصير معايا جدا، فهتضرب بالتالي بسرعة. برضو البطاطساية دي فيها تشققات كده من الجنب، برضو مش هتنفع، اما تقعد شوية هتضرب معايا. انا عايزة البطاطس تكون حباية كده ناشفة، ما فيهاش اي رطوبة خالص، ولا فيها اي تشققات ولا اي حاجة خالص. دي انت بتختاري البطاطساية الجامدة. يعني معلش تعالى على نفسك شوية وانت بتفرزي البطاطس، اي بطاطساية ما هيش جامدة ولا ناشفة ولو فيها رطوبة طلعها على جنب ونقي الحباية اللي هي كويسة. انا ما كانش عندي بطاطس الصراحة، فانا حبيت لسه كنت هشتري، فانا قلت بس اعمل لكم الطريقة ازاي وتستفيدي من الطريقة، وان شاء الله الطريقة تعجبك وتنال اعجابكم يا رب. فانا هعمل على البطاطس اللي قدامكم ديت، هي البطاطس دي انا مش هخزنها، بس انا هقولك الطريقه بتتعمل ازاي. اول حاجه بتجيبي كراتين كده، كراتين من بتاعه الشيبسي، وتفتحيها، بتحطي بقى الكراتين دي في المكان اللي انتي هتخزني فيه. عندك تحت سرير فاضي، عندك تحت دولاب، عندك تحت ترابيزه، المهم المكان اللي انت هتخزني فيه ما يطلوش اي هوا خالص. هتجيبي كده الكراتين وتفتحيها، وهنجيب طبق نشا. النشا طبعا هتجيبي لك ربع كيلو نشا علشان مثلا يقضي كمية البطاطس بتاعتك، وتقومي جايبة الكراتين فتحها كده علشان نخزن عليها البطاطس بتاعتنا. اول حاجة يا جماعة ان ما يكونش المكان اللي هيتخزن فيه البطاطس فيه هوا خالص. هجيب كمية النشا كده وارشها، اغطي طبقة الكرتون الاولانية دي خالص كلها بالنشا. طبعا انا هنا ما كنتش بكتر، لان انا بعمل لك بس تجربة على 4 بطاطسيات واقول لك الطريقة ازاي. بعد ما حطيت طبقة النشا الاولانية، هجيب بقى البطاطس بتاعتي اللي انا مختاراها كويس، واقوم حطاها مرصصاها كده جنب بعض. نعتبر بقى ان انتي عندك الكمية كلها، اعملي كل الطبقة بتاعة الكرتون كلها البطاطس بتاعتك، وكتري النشا لان النشا كويسة جدا مع البطاطس، بتسحب اي رطوبة في البطاطس. وبعد ما برصص الطبقة الاولانية من البطاطس، بقوم جايبة نشا برضو، اغلف البطاطس برضو طبقة نشا كمان. لو متاح عندك ورق جرايد تمام، مفيش ورق جرايد ممكن نجيب ورق الكتب بتاعنا العادي، بلاش ورق الكراسات عشان ورق الكراسات هيبقى ضعيف، ورق الكتب متحمل شوية، او ورق جرايد. طيب مفيش لا ورق جرايد ولا ورق كتب، ممكن تجيبي بقى رقات كرتون، يعني الفيصل مكان
طبقات البطاطس تعمليها ورق كرتون. ده تمام، دي 3 حلول انا بقولهم لك. هتحطي بقى الورق كده فوق طبقة البطاطس، وبعد كده ترشي برضو فوق الورق طبقة نشا كمان، وبعد كده ترصي الطبقة التانية من البطاطس. الموضوع سهل أوي وبسيط، بس الطريقة ديت بجد، الطريقة ديت عملية وبتقعد معاك البطاطس لوقت طويل قوي. بعد ما انتي عملت الطبقة التانية من البطاطس بتاعتك، بتكرري بقى المرحلة ديت على كمية البطاطس الموجودة عندك. تحطي طبقات من النشا، طبقات من البطاطس، طبقات من النشا، طبقات من الورق او الكرتون، وبعد كده تغلفيها بالطبقة النهاية بكرتونة، بتقفليها كده بطبقة كرتون. واي طرحة عندك قديمة، اي اللي هي الشيفون او الشاش ديت، بتقومي مغطية بيها البطاطس بتاعتك. لازم ما يدخلهاش اي هوا، علشان الهوا هيخليها ان هي تخضر، واحنا مش عايزين البطاطس تخضر، احنا عايزين نحافظ عليها، والنشا هتمنعها من الرطوبة. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا رب.